بعد أن أعلن ترامب في بداية هذا اليوم 51 من الحرب 19 إبريل، بعد أن أعلن ترامب أنه وفده المفاوض في طريقه إلى إسلام أباد لبدء المفاوضات من الغد. إيران تعلن منذ قليل أنها لم توافق ولم يتم الاتفاق على مفاوضات جديدة. الهدنة المفروض تنتهي يوم الثلاث، وانه اي مفاوضات جديدة تعني انها ستستمر لشهور. ايران حتى اللحظة لم توافق على المفاوضات. يوم ترامب يعمل ايه؟ يقول لك الجهاز الامني، جهاز الخدمة السرية مش موافق على ان ديفنس يروح اسلام اباد. ترامب اللي بيهدد البابا والمسيحيين بفتح ملف يقضي على البابوية تماما. ترامب في اعلى لحظات الجنون يعود ايضا للتهديد بمحو الحضاره الايرانيه. تهديد محو الحضاره الايرانيه ده ما جابش سكه، وايران مش موافقه تيجي المفاوضات. ترامب في تصريحات مجنونه: سنقصف الطاقه والجسور وسنجبرهم على الركوع، وايران تؤكد لا تراجع ولا استسلام. مضيق هرمز لن يفتح بتويتات الحمقى، والحوثيون يهددون باغلاق مضيق باب المندب. قيادي حوثي: لو اغلقنا باب المندب لن يستطيع فتحه لا انس ولا جان. قائد فيلق القدس في العراق للاستعداد مع الميليشيات المسلحة للمعركة القادمة. مطالبات في الكونجرس الامريكي بالكشف عن الصحة العقلية لترامب بسبب تصريحاته المجنونة ضد بابا الفاتيكان وضد ايران. رئيس مجلس النواب الايراني: لن نفتح مضيق هرمز في ظل اعلان الحصار الامريكي. المضيق يجب أن تستفيد به إيران أولا قبل العالم. ترامب: الدول العربية المنكوبة ستدفع تكاليف الحرب. وتوم باراك سفير أمريكا في تركيا وصديق ترامب: الوطن العربي يحتاج للاستبداد وليس للديمقراطية أو الربيع العربي، نريدها ممالك أو ممالك جمهورية. وقلق في أمريكا بعد وفاة غامضة ل10 علماء. التحقيقات على أعلى مستوى ما تزال مستمرة. أهلا بكم في مع معتز.